السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احلى حال يا رب. النهارده بقى مع بعضنا هنعمل ايه؟ هتعملي ايه يا ام اسامه؟ بما ان ام اسامه تعبانه اليومين دول وابراهيم كمان تعبان، فادعوا لنا بقى ربنا يتم شفانا على خير، لان احنا واخدين دور مكسرنا. هنعمل صينيه بطاطس بجناحه الفراخ مع حبه رز بشعريه. ما اقولكوش عليها بقى، اكله سهله وسريعه وهتعمليها على طول وهتريحك، يعني بما ان الجو اليومين دول موضوع الدور البرد ماشي مع كل العيال، فاحنا عايزين حاجه سريعه ايه تنجزنا. هقولك على طريقتها من اولها لاخرها وهتطلع ان شاء الله معاكي من اول مره طعمها تحفه. هنجيب بصلايه مع بعضنا كده ومعلقه سمنه ونروح محمرينها فيها، وتقطعي جزرايه. بما ان الولاد ما بياكلوش الخضار فاحنا عايزين ندخلهم الخضار في اي حاجه. بس ما تنسيش بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا تدعمي اختك ام اسامه وتدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد. ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا جبت الجناحات بقى، كانت عندي مره كنت عامله فراخ مثلا وبشيل منها الجناحات، مره كنت جايبه مثلا جناحات اصلا لوحديها، جمعتهم مع بعضهم حبه كده وما شاء الله طلعوا طبق كويس معايا. بعد ما حمرت البصلايه والجزرايه وقرنين الفلفل، بما انكم عارفين خلاص احنا الاكل عندنا لازم يكون سبايسي، رحت غسل الفراخ بتاعتنا كويس، غسلتها بقى بمحلول الملح معاكي وسبتها شويه نقعتها، وبعدين رحت نازله بيهم مع البصلايه والجزرايه وقلبتهم تقليبتين حلوين. بصي قلبيهم وسيبيهم شويه لحد ما تحسي ان هم دخلوا في السوا كده معاكي. هما مش هيستووا سوا كامل، بس معلش يعني اعزكم الله، هيطلعوا اي زفاره فيهم ولا اي حاجه. وعلى عين التانية بقى هنعمل حبه رز بشعريه، بس ننزل الاول عليها بملح وفلفل اسمر وسبع بهارات. زي ما قلت لكم قبل كده انا ما بحبش اكتر في البهارات، بحس ان طعم الاكل ما بيبقى باين قوي. ويلا زي ما قلت لكم مع بعضنا واحنا مش شغالين بقى في المطبخ كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلينا على طول لساننا راتب بذكر الله. يلا قولي ورايا كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم احسن ما بين يديه. يلا ادعوا لي دعوه حلوه كده ان ربنا يكرمني ان شاء الله وسما بنتي تجيب مجموع كويس السنه دي. هننزل بقى معلقه السمنه كده وهنروح نازلين عليها بطبق الشعريه. انا عامه بحب اكتر الشعريه في الرز، يعني بحبش الرز كتير، بحب الشعريه اكتر. ونزلنا عليها حبه ملح ومكعب ماجي، بس انا ولا بحط اكتر ولا اقل. جربوا طريقتي والله بجد هتحسوا طعم الاكل باين معاكم كده. مش هتستخدمي بقى بهارات كتير وتوابل كتير، ما مش مستاهله ده كله. بصوا بقى طبعا كلكم اساتذه. هنسقي بقى الرز بتاعنا بحبه الميه ونروح مقلبينهم تقليبتين حلوين ونغطي عليهم. وزي ما قلت لكم مع بعضنا قبل كده، اول لما الرز بتاعك يستوي انزلي عليه بمعلقه سمنه. معلقه سمنه بجد هتودي طعمه في حته تاني، وقلبيه كويس. بصوا بقى صينيه البطاطس بتاعتنا، بما ان حطينا البطاطس واحنا بنرغي مع بعضنا كده مش واخدين بالنا. بصوا شكلها اللهم بارك. تعالوا شوفوا طبق الرز بتاعنا بقى عامل ازاي، والبطاطس مستويه والجناحات مستويه وزي الفل. شايفين؟ يلا تهدأوا حلو بقى لاختكم مسامه كده، وقولوا لي الفيديو الجاي عايزينه مع بعضنا يكون نازل على ايه. انا عملت طريقه الفراخ الكنتاكي وهنزلها ان شاء الله مع بعضهم. بصي معلش الاضاءه كانت ضعيفه شويه، بس يعني على قد ما قدرت، يعني كان الرينج لايت كان معلق معايا. بصوا كده الجناحات مستويه والبطاطس مهريه معاكي، شايفين؟ اللهم بارك. تعالوا بقى اتغدوا معانا. والجزر طعمه مستوي، كل حاجه مستويه فيها، يعني من الاخر شغل فاخر من الاخر. بصوا الحلاوه. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.